تعالوا النهاردة نعمل سوا طبق المشروم ريزوتو الكريمي الخطير ده. أول حاجة هسخن زيت زيتون وهحط عليه المشروم المتقطع وحمر المشروم كويس. لما يبتدي ياخد لون هحط ملح وفلفل ومعلقة زعتر. أنا حطيت زعتر من باب الشام، طعمه حلو جدا. لما ياخد لون ويتشوح كويس هشيله، وفي نفس الطاسة هحط حتة زبدة كبيرة وهحمر في الزبدة بصل أخضر أو بصل أبيض أو كرات زي ما انتوا عايزين. لما يبتدي البصل ياخد لون هحط عليه الثوم المفروم وحمرهم مع بعض. هرجع المشروم واحط عليهم 1.5 كوباية رز، وبعدين هحط للرز ربع كوباية خل تفاح، ده بدل الوايت واين. ممكن نحط بداله عصير تفاح وممكن نحط بداله شوربة. وبعدين هقلب الرز لحد ما ينشف وابتدي انزل عليه المرقة سخنة شوية شوية. الرز خد حوالي 6 كوبايات مرقة، انا حطيتهم 1 كوباية الا ربع كوباية الا ربع. كل ما الرز ينشف زودوا شوية مرقة وتفضلوا تقلبوا. فكرة الريزوتو انه ما ينفعش يتساب من غير تقليب. بعد ما الرز استوى حطيت بقدونس من باب الشام، وحطيت جبنة بارميجان مبشورة كتير عشان تدي طعم، وحطيت عليها علبة كريمة حلويات ودي اوبشنال بس بتدي طعم حلو قوي. ظبطت الملح والفلفل وقلبت الكريمة مع الرز حوالي 5 دقايق، وبعدين حطيت الرز في الطبق وحطيت عليه جبنة مبشورة تاني وبقدونس، وهتاكلوا أحلى ريزوتو.